انا هروح حاسب بقى لحسن احنا اتاخرنا. زيز 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 زيز. والله انت ما فاهم حاجه، وشكلك تخليهم يفكرونا خواجات وياخدوا بالدولار. هو الواد هرب ولا ايه؟ واد مين يا فندم؟ الحساب حضرتك 103 جنيه مع الشكر. خلاص خد الفلوسيات وهات الباقي. بقى يا حضرتك دي 100 جنيه فضه، انت جايب لنا مين بس؟ حضرتك مفيش حاجه اسمها 100 جنيه فضه، انت جايبها منين ولا سرقها ازاي؟ انت بتشتمني؟ انا مش حرامي. طب هات لي بقى المدير بتاعك. تم حضرتك الشباك رقم 6 على اليمين، اتفضل حضرتك للمدير. الطريف بقى في الموضوع ان في 100 جنيه معدن اصلا، وزي ما احنا بنقول كده وفضه كمان. يجي لك واحد بقى من ورا الكاميرا يقول لك 100 جنيه هتبقى فضه، يعني الدنيا هتغلى اكتر وي وي وي. بس لو جيت بصيت معايا كده، العملات نوعين، نوع عملات متداولة ونوع عملات مش متداولة. ويعني ايه ده كمان؟ يعني في عملات انا ما بصرفهاش. تعال اما اقولك القصة دي ايه. والعملات بتنقسم لنوعين، عملات متداولة وعملات غير متداولة. العملات المتداولة زي اللي احنا عارفينها كلنا، الجنيه والنص والربع. العملات بقى غير المتداولة وزي ال50 جنيه وال100 جنيه، ودي ما ينفعش يتعامل بيها، بتبقى على سبيل الذكر. انما ان احنا نبيع ونشتري بيها ده ما ينفع. ايوه برضو العمله دي بيتعمل بيها ايه؟ باختصار كده بتكون اختصار زي تذكار لشركه عملت انجاز او حاجه معينه. يروح الشخص او الهيئه اللي عملت الانجاز ده للبنك ويطلب منه ان هو يعمل له عمله، ويكون على عدد معين من العملات. يعني مثلا يقول له اعمل لي 3000 100 جنيه من الفضه، وما يكونش سعرها 100 جنيه، ده بيبقى سعر ال 100 جنيه ديت بتعدى مثلا 750 جنيه على حسب وزنها. وزي ما قلنا معمول مثلا منها 3000 او 1000، فديت بت ايه، بيكون اللي معاه حاجه زي دي مميزه جدا ليه، وبعد كده يقوم بيعها. طيب ده بيعمل ترويج جامد جدا للحدث ده والتباهي بيه، وان انت معاك حاجه مش موجود مع حد ثاني او موجود منها 1000 او ايا كان العدد بتاعها. ونسيت اقول لك بقى، اللي بيصمم العمله دي بيبقوا من افضل المصممين اللي هم بيصمموا العملات. وده كل الموضوع يا عم، لا في 100 ولا 50، ده حتى ال2 جنيه لسه ما طلعتش. لو عايز بقى تخش تتفرج لك كده على كام مسلسل، على كام حلقة، عاملين شوية حاجات حلوة كده يعني. هو بس سلام عليكم.